مواجهتي ضد دعس، نزل علي ستريم سنايب على البث المباشر وتحداني انه اذا انزل بالعماير راح يبلعني طاوه. بس اسمعوا ايش يقول. لك قول لي من طلع الحق مالتنا عراق، لك عراق انا داخلك ستريم سنايب، والله العظيم اذا ما خليت بس كذا يضحك عليك ما اطلع انا دعس. تعال لي السكوت، انت مو تقول انا ملك السكوت، تعال اذا ما بلعب طاوه واخليك بس يضحك عليك ما اطلع انا دعس. يلا تعال. ولك انت كل عقلك نازل علي ستريم سنايب وتتبلعني طاوه، ولك عراقاني اقوى لاعب. وشباب سووا هاي الحركه حتى تشجعون. ونصيحه من عندي لك، انت نازل على الشخص الغلط، المفروض اول ما تشوفني تطلع من الجيم. دخيل محمد صار لي ساعه ادور عليك والقاك هنا، تعال ابلع. يعني بس تخيل وياي اول ما شافني مباشره انشرد، لا ايش قد خوف. وشباب تحدي بيناتنا، اذا تواجهنا انا اليوم بلعته رايت من كل عراقي كفو بن كفو. شوف هذا المقطع يخلينا لايك واكسب له، مو على مود شي بس على مود هذا المقطع يوصله وبعد ما يتحداني نهائيا. يعني انت كل عقلك تلعب شوت جين، لك دخيل محمد ايش راح اسوي بيك اليوم؟ شو دي تعال لك تلعب لي شوت جيم دخيل محمد ايش راح اسوي بك؟ شو تعال ابلع. وهسه رايد من عندك توقفوا المقطع وتنزل بالتعليقات وتكتب لي منو قتل منو، انا قتلته لو هو قتلني، ولا راح يعرف منو قتل منو. توقع صحيح الى من عندي 10,000 شده على البث المباشر. وهاي قد التحدي وقتلته. وهسه جي دوركم وتخلون لايك واكسب لور وتكتبوا لي تم بالتعليقات.